السؤال الخامس: في إحدى الولايات أقيم مصلى مؤقت في مصلى العيد السابق إلى حين الانتهاء من أعمال صيانة الجامع الذي كان يصلي فيه المصلون، وبعد انتهاء أعمال الصيانة من الجامع استمر جماعة من المصلين في الصلاة في المصلى، مع العلم أن المصلى يبعد عن الجامع 600 متر، فهل لهم الاستمرار في الصلاة في المصلى؟ وهل لو طالبوا بإقامة مسجد يعتبر المسجد مسجد ضرار؟ أنا لا أستطيع أن أحكم عليه هنا من هذا البعد دون أن أطلع على القضية وأن أراها هل يعد هذا مسجد ضرار أو لا. لكن قانون الوزارة من حيث الأصل أنه لا بد من أن يبعد المسجد عن المسجد كيلومتر، ودون ذلك لا بد له من استثناء ولا بد له من فتوى خاصة، وهذا سببه أن المساجد ما جعلت لأجل أن يستقل كل إنسان بمسجد له. هذا يخالف طبيعة الصلاة وطبيعة العبادات في الإسلام. طبيعة العبادات في الإسلام أنها تجمع، أما الاختلاف في كل 5 أمتار أو في كل مسافة قليلة ينشأ مسجد آخر فهذا لا يجوز ولا يصح، لأن هذا يفرق الجماعات. نعم، إن كانت هنالك ظروف خاصة كالأحوال التي تكون فيها شوارع عامة تقطع والناس يخشون على أرواحهم، أو يكون هنالك شيء من الظروف والتضاريس التي تمنع من هذا، لكن هذا كله لا بد له من مسوغ. أما الأصل فلا يصح أن تنشأ مساجد بالقرب من مساجد أخرى، وعلى الإنسان أن يسعى إلى المساجد. على كل هذه القضية يرجع فيها إلى المختصين ولينظروا هم هل يصح أن يستثنى هذا، هل تتحقق فيه الشروط، فإن كانت تتحقق فيه الشروط فصلاتهم صحيحة ولا حرج عليهم، والله أعلم.